حجي فارس الحرامي خابرني، قال لي جبار عضله الحقني اريدك تبوق لي طياره هليكوبتر. قلت له خادماني. قال وهاي كل هاي الثروه انا سويتها وراح اعطيك فلوس. قلت له قد تعطيني؟ قال $1,000,000. قلت له ابشر راح انا اروح. وفعلا وصلت يم البنايه، واول ما باوعت نزلت هاي الطياره الهليكوبتر اللي خامطيها من حجي فارس. وهنا أنا شفت اثنين نزلوا من عندها، جيت انا اباوع عليهم بالمنظار. والمشكله اكو جنود جوا، قمزت هاي القمزه العقروقيه وقعدت على راسي. قلت لهم ما يخالف. مهم شفت واحد هنا أنا انطيته هيد شوت الثاني هسه يتبلغ عني ضربته. مشيت على كيف المشكله ما اعرف ايش قد عددهم. صعدت هذا الدرج وصلت فوق البنايه، لقيت واحد قاعد قاتل، انطيته هيد شوت قعدته. ختلت شفت اثنين راح يطلعون من الباب. المهم خفت لا يشوفوني، والمشكله كلش قلق. بهذا الجزء الاول راح استعرض لكم. المهم طلعوا ذول اثنين وقتلتهم. واحد هسه يريد يخابر، كملت عليه وصلت فوق البنايه. بالجزء الثاني راح اكمل لكم القصه. المهم شلون راح اتلاطم ويا هذا وايش راح يصير، قصة خرافية. انتظروا الجزء الثاني او انزل لقسم التعليقات راح تلقى التكملة. بوقت الطيارة لو المهم وصلت على الدرج، طلعوا ذول العصابه اللي خامطين الطياره مال الحج فارس. دق بوكسات، طاق ما طاق، ضربه ما ضربه. قلت له كنت تدق بيه لك هذا ما يموت. المهم طلع قوي، شبعته قتل. وهنا أنا قلت لهم اللي يندق بيه اموتكم. لقيت اثنين صاعدين قلت لهم تنزلون لا اخذكم. المهم هذا انهزم من عندي، واخر شيء رحت اخذت الطياره وقلت لهم اللي يتحرك من عندكم الا اضربه. قالوا استاذي عبودي احنا وياك جبار عضله، ابوس ايدك لا تقتلنا. المهم اخذت الطياره وهنا أنا ظليت انتظر اتصال من حجي فارس حتى يقول لي وين يذبهم. المشكله ظليت اخذ يمنى ويسرى اخذ يمنى ويسرى. اجى الليل وانا بصراحه جعت كلش هواي، اشتهيت اكل فلافل. رحت دا انزل اخذ فلافل، شفت الشارع كل الزحمه، هسه وانا دا انزل على السريع. المهم وصلت للبنايه اللي قال لي بيها تعال، وبعدها طبقت هذا بنص المسبح خفت لا تنفجر. ونزلوا ذولا وياي طلعوا. المهم ذول عصابه وخطيه عازمهم وياه. اخر شيء طبيت المحل الفلافل اللي جيت اكل، قمص القمزه العقروقيه طبيت. الحج فارس قال لي اكره وعشت ايدك لك $1,000,000 تدللك انت ضلع. رجعت لي هاي الطياره سعرها 50. قلت له شلون سعرها 50 اريد 60 منك. قال لي يلا امشوا ذول انتم ما لك شغله انطيك. قلت له